بالقعدان في استعداد الانطلاقة، وبندقية أيضا ذهبية مقدمة لصاحب المركز الأول بالإضافة إلى مدة الزعفران. شكرا أيضا للمساهمين في هذا أيضا الشارة وفي هذا السباق. كما وصلنا أيضا إعلان على الشارة المقدمة من عبد الله بن عوض الهديوي، وهي عبارة عن 5 سيارات بالإضافة إلى رموز وجوائز قيمة عينة إذا تقدمت بتاريخ 13/4 العام 2024. إذا العيدية المقدمة من عبد الله بن عوض الهديوي ستقام في 13/4 العام 2024. إذا تهانينا إذا لصاحب الشوط الأول، وشوط رئيسي آخر انطلق خاص بالقعدان يحمل التحديات والإثارة البندقية في الانتظار مع هذه القعدان اللي صارت وقالت وسجلت حروفا من ذهب. إذا سمران، ها هو سمران أسعد بن مزهود الهديوي، صاحب صولات وجولات وصاحب سجل حافل بالانتصارات. بينما المركز الثاني جبار محمد بن علي الهديوي، والمركز الثالث من الجانب الآخر والتحديات من ملبي أسعد بن سعيد الحرسوسي. بينما المركز الرابع أرى القدوم والتدخلات من مصدع محمد بن حميد الجنوبي، والمركز الخامس راهي هيثم بن العبد الحرسوسي. لكن أعود مع المقدمة، الله شوفوا ملبي لب الندى وانطلق إلى البندقية وإلى الفوز والانتصار. لكن شوف المركز الثاني مصدع بدأ يصدعهم بهذا التحديات، هذا الشعار الخطير اللي عودنا على الانتصارات، على الصولات والجولات والفوز والانتصار. المركز الثالث راهي هيثم بن العبد الحرسوسي لمن الفوز والانتصار. الله يا أهل القعدان، خلاكم مصدع في مكان كلكم ما ترغبون. الله شوفوا التحديات، شوفوا العروض، شوفوا الامتاع. البندقية في الانتظار. ميدان الفتح ينتظر يحتفل بهذا الفوز محمد بن حميد الجنوبي. الله شوفوا النهاية ذهب، والعروض عند خط النهاية. مشكور يا مالك مصدع محمد بن حميد الجنوبي يحصل خط النهاية. ما شاء الله إبداع ونهاية مميزة. المركز الثاني مع الحرسوسي، والمركز الثالث مع أسعد بن مزهود الهديوي تهانينا. والناموس والتوقيت الرائع والممتاز دقيقتين وثانية و71 قزم من الثانية. إذا تهانينا وناموس البندقية تذهب إلى أهالي ميدان الفتح، ومحمد بن حميد الجنوبي تهانينا. والناموس المالكي مصدع المركز الثاني أتانا ملبي في ثانية. المراكز أسعد بن سعيد الحرسوسي، والمركز الثالث أيضا سمران أسعد بن مزهود الهديوي تهانينا والناموس.